هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وصفه النهارده بقى هي وصفه او الوصفه الوحيده اللي انا هنزلها نواعم العيد السنه دي، لان انا بصراحه مش لاقي تعديل على وصفات الكحك بتاعتي ولا البسكوت ولا الغريبه ولا البيتيفور بتاع السنه اللي فاتت، واللي انا نزلتهم حقيقي بجد تحفه وعشرة من عشرة. عندي بس تعديل بسيط للبيتيفور هقول لكم عليه. طبعا اي جديد بقول لكم عليه دايما، يعني اي تعديل بقوله لكم، بس هو التعديل قليل قوي وخفيف وبسيط هنشوفه مع بعض. بس السنة اللي فاتت كان البيتيفور المكبس او المكنة، لكن البيتيفور بتاع النهاردة هو طريقة البيتيفور بتاعة القمع. طبعا هنشوف ازاي الطريقة والتركات وازاي ينزل معانا وازاي يكون طري. ده اللي هنشوفه النهاردة. بجد الوصفة ممتازة، امشوا عليها مش هتندموا. حقيقي حاجة هتشرفكم. اول حاجه معايا وهي الزبده لازم تكون مرهميه كده او بدرجه حراره الغرفه. طبعا الجو عندنا مش حر قوي ان نخلي الزبده بدرجه حراره الغرفه، غير لو انتي مثلا حطاها على الرخامه لمده يومين كده هتبقى معاكي فعلا طريه من درجه حراره المطبخ وهكذا. طب لو ما وصلتش معاكي للدرجه دي نحطها في الميكرويف لمده دقيقه بس كده هتوصل معاكي للدرجه دي. معايا 800 جرام. احنا يا جماعه لما بنيجي نعمل نواعم العيد او اي وصفه للكحك او البسكوت او البيتيفور مش بستخدم الكوبايات. قلت لكم قبل كده ان الكوبايات مش الكوبايه بتاعتي او الكوب بتاعي، المعيار الكوب بتاعي غير المعيار بتاع الكوب اللي عندك. بيختلف، لكن الجرامات هي اللي ثابته. طيب انا معايا 800 جرام من الزبده قلت لكم بدرجه حراره الغرفه، ومعايا 200 جرام من السكر. تمام. في ناس بتعمل خليط من الزبده والسمنه، انا هقول لكم الفرق. العجينه اللي بتكون بزبده بس بتكون طريه، والعجينة اللي بتكون خليط من الزبدة والسمنة، السمنة بتنشف معايا العجينة قوي بس بتخلي البيتيفور معايا دايب، بس في التشكيل بيكون ناشف قوي. بس طبعا البيتيفور بتاع الزبدة لا غنى عنه وطعمه طبعا بيكون حلو جدا. طيب ضفت ايه كمان؟ ضفت عدد 2 بيضة وصفار بيضة، مش 3 بيضات، لا ضفت 2 بيضة وصفار بيضة. تمام، ضفتهم عادي. عاوزة تضيفيهم كل تضيفي بيضة كل ما تختفي تضيفي التانية وهكذا، مش هتفرق كتير. وضفت معلقة صغيرة من الفانيليا. سبتهم يتضربوا كده ضربة تمام بسيطة وكل المكونات تدخل مع بعض، وبعدين بدأت اضيف الدقيق. الدقيق انا معايا كيلو. الدقيق اللي استخدمته دقيق متعدد الاستعمالات عادي جدا، ممكن تستخدموا دقيق الكحك او البسكوت اللي انتوا واثقين فيه، او دقيق انتوا بتستخدموه دايما وبيدي معاكم نتائج حلوة تقدروا تستخدموه عادي. طيب انا في الاول طبعا خليت الزبدة مع السكر توصل للقوام الكريمي الفاتح اللي احنا شفناه مع بعض، بعدين ضفت البيض وبعدين ضفت الدقيق. مش بعجن خالص، انا بخلي العجان يلف معايا لفة كده وببدأ اقفل. معايا هنا القمع اللي انا هشتغل بيه وهو مقاس 7 اف تي او 7 اف تي. ممكن نقدر او نستخدم ال 6 اف تي او ال 6 اف تي. المقاس ده برضو بيكون كويس، الاتنين بيكونوا كويسين قوي. هبدأ احطه كده في كيس حلواني تمام، او ممكن الكيس اللي عندكم كيس بلاستيك او الكيس اللي انتوا بتستخدموه في القمع. تمام. وهضيف القمع فيه وبعدين العجينة. انا العجينة بتاعتي وانا بعملها بتكون ايدي او صباعي فيه دقيق. ببدأ لو مثلا لو العجينة طلعت ليها بوز كده ببدأ اظبطها بصباعي عادي جدا لحد ما الشكل بتاعي يبقى مظبوط. هخلص طبعا الكمية بتاعتي وانا عملت دلوقتي بالفانيليا او عادي عجينة عادية، وخدت حتة عجينة ضفت عليها الكاكاو. طب اضيف الكاكاو ازاي بقى عشان منشفش معايا العجينة؟ ضفت معلقة كبيرة من الكاكاو وضفت نص معلقة من الزيت. والاول هخلط الزيت بالكاكاو ده الاول، هعمله زي خليط كده وبعدين هبدأ اضيفه على العجينة. طب ليه؟ عشان ما ينشفليش العجينه. وزي ما قلت لكم احنا بنعمل ده البيتيفور بتاع القمع او بيتيفور القرطاس، لازم يكون العجينه بتاعته طريه شويه علشان تقدر تنزل مني من القمع بسرعه وما تتعبنيش. لكن لو المكبس او المكنه لا عادي جدا، العجينه مش شرط انها تكون طريه قوي، بالعكس المكبس لازم يبقى العجينه بتاعته ماسكه نفسها شويه
لو عاوزينها هسيب لكم الوصفه بتاعه البيتي فور بتاعه المكبس في صندوق الوصف. ده بقى بالكاكاو. بصوا لونه معايا حلو قوي. عاوز اقول لكم ما تخلوش الكاكاو يكون قليل، لان اللون بيطلع معايا فاتح وباهت كده، لا ضيفوا معلقه كبيره يعني زي ما انتوا عاوزين كده. هنا بعد طبعا دخلته الفرن رف اوسط درجه حراره 170. انا البيتي فور حساس جدا لدرجه الحراره، لمده 15 دقيقه وابدا الاحظه وتابع مع البيتي فور. مش بسيبه في الفرن خالص ولا بنساه، لا بخلي بالي. البيتي فور مش بياخد لون جولد قوي او لون ذهبي قوي. البيتي فور يدوب بياخد معايا اللون الذهبي الخفيف ده، وببدأ اطلعه من الفرن، والسخونية بتاعة الصاجات او الصواني بتبدأ تطلع عليه كده وبتلونه اللون الحلو ده. تمام. وريتكم طبعا التسوية كلها لون واحد، كله زي بعض. البيتي فور لون واحد زي ما قلت لكم، مفيش حاجة واخدة لون غير التانية. ليه؟ علشان التسوية انا واقفة عليها ومظبوطة. دي اللي بالكاكاو. انا طبعا عشان اعرف التسويه ضفت 2 في النص كده من الفانيليا او العجينه العاديه، علشان اقدر الاحظ التسويه، لان اللي بالكاكاو مش هقدر اخد بالي منها طبعا، والتسويه مش بتبان فيها هي اذا كانت اتحرقت ولا اخدت لون ولا استوت. فعشان كده ضفت بالفانيليا. شوفوا اللون معايا جولد ومصفر كده بسيط، بجد تحفه قوي. مش بنطلع البيتي فور ابيض خالص، لا بيكون ني وهنحس ان هو ممكن عجين، لكن ده التسويه المظبوطه. كمان القمع ده بيطلع الرسمه بجد تحفه، والقمع بيحسسنا ان احنا جايبين، او رسمه القمع ان احنا جايبين بيتي فور من محل من بره. بجد بيكون حلو قوي الرسمه دي. لزقتها بشوكولاته، لزقتهم مع بعض. ممكن تلزقوها بمربى مشمش، انا مش بفضل المربى، بلزقها بشوكولاته. معايا شوكولاته بيضه، وممكن شوكولاته حليب كمان اللي انتوا عاوزينه. وهنا بوريكم افكار. انا بنزل نص البيتيفوره كده في الشوكولاته. عندي التوبنج جوز الهند، وعندي مكسرات، عندي فستق، عندي فول، بس طبعا نكون مكسراه شويه، يعني مش فرماه قوي كده، لا يكون مش مفروم قوي، يكون يعني مكسر شويه كده في قطع. تمام. باخد من الشوكولاته البيضاء، ممكن هنزل نص الشوكولاته البيضاء في الفستق، وشكلوا وطلعوا روح الفن بتاعتكم، وهاتوا الاطفال واولادكم، ودي فرحه العيد بجد بتبقى حلوه قوي. شكلوا واعملوا الاشكال اللي انتوا عاوزينها. نزلوا البتفوره كلها في الشوكولاته وطلعوها. ممكن بقى تعملوا عليها تاني شوكولاته بيضه كده، خيوط من الشوكولاته البيضه. انا هنا بوريكم افكار بالفول وبالفستق وكامله. وهنا بقى طبعا كنت خلصت كل التشكيل، وعاوزاكم تركزوا قوي في التشكيل ده وتاخدوا افكار. هنا مجرد افكار، طبعا انتي ممكن تطلعي افكار اكتر مني بكتير، يعني انتي وذوقك وانتي وروحك الحلوه. ده بحس ان التشكيل ده يعني ذوقك وضيافه بيتك، تقدري تعبري فيها كده عن فرحه العيد، وبجد الاشكال حلوه قوي. خدوا افكار. هنا كان ساده، يعني ما عملش لا شوكولاته ولا اي حاجه للناس اللي بتحب الساده خالص. بصوا بقى الاشكال تحفه. حجم البتيفوره لا كبير ولا صغير، بجد حلو قوي. انا عاوزه اقول لكم ان انا وانا بشكله كنت بضغط ضغطه صغيره وبرفع على طول. ما كنتش بسيبه يفرش مني قوي، لا، ولا تبقى صغيره ان هي تتحرق، لا، كان كله حجم واحد. الطريقه سهله قوي. انتوا مجرد ما تمسكوا القمع مع الكيس هتلاقوا ايديكم ماشيه، بس تتبعوا المقادير بالظبط عشان المقادير تيجوا معاكم مظبوطه، وهتلاقوا العجينه طريه وبتمشي معاكم. ودي كانت وصفتي المظبوطه جدا للبيتي فور. لازم تجربوها، ولو عجبتكم الوصفه تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.